تفتكر لو ماشي في الطريق الصحراوي بالليل وظهرت لك ست لابسة أبيض بتطلب توصيلة، طب لو ركبتها وجيت تبص على الكرسي لقيته فاضي؟ كان الطريق الصحراوي فاضي الساعة 2 بعد نص الليل. سامي سواق عربية نقل راجع من سفرية طويلة. سامي كان تعبان جدا، الطريق طويل وضلمة ومفيش أي عربيات حواليه. فجأة لمح من بعيد ست لابسة أبيض واقفة على جنب الطريق، كانت بتشاور له بإيدها كأنها بتطلب منه توصيلة. سامي وقف بالعربية جنبها وفتح الباب وقال لها: اتفضلي يا أختي، الطريق خطر عليكي بالليل. هي طلعت الكرسي، لكن وهو سايق حاول يبص عليها لقى الكرسي فاضي. قلبه وقع في رجليه، ابتدى يحس ان في نفس بارد بيعدي من جنبه وصوت خافت بيهمس في ودانه. كل ما يبص للكرسي يلاقيه فاضي، لكن في المراية الجانبية يشوف الست قاعدة جنبه. سامي فقد أعصابه وقرر يوقف العربية. فتح الباب بسرعة لكن الطريق كان فاضي، مفيش أي حد. من بعدها سامي بقى يحكي لزمايله السواقين: كل ما أعدي من الطريق ده بشوف نفس الست واقفة بتستنى توصيلة. القرية اللي جنب الطريق اشتهرت بالحكاية، ناس كتير حلفوا انهم شافوا نفس الست في نفس المكان. بعض السواقين اقسموا انهم بعد ما ركبوها معاهم الطريق نفسه بيتغير وكأنهم بيدخلوا عالم تاني. لسه كل يوم بيتحكي عن الست اللي بتظهر في الطريق الصحراوي، ولو ليلتك هتقضيها على الصحراوي يمكن يكون الدور عليك.